السلام عليكم، نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم بواحد الفيديو غيكون اقل ما يقال عن واعر. كرياتين ريفلكس كريابور غنحاولوا نتعرفوا عليها. اليوم غادي نهضر لكم على واحد من اقوى انواع الكرياتين اللي كاين في السوق، ريفلكس كريابور. واش فعلا مميز وشنو الفرق ديالو وبين الكرياتين الاخرين، واهم سؤال واش يستاهل داك الثمن ديالو 600 درهم. احنا غنشوفوا هادشي. اول حاجه غنشوفوا بعدا شنو هو الكرياتين. الكرياتين هو مكمل طبيعي كيعاون العضلات باش تخزن الطاقه خصوصا اثناء التمرين، التمارين القويه بالضبط بحال السكوات بحال الديد ليفت، وايضا كيزيد في القوه وكيساعد على الريكوفيري وكيزيد في الكتله العضليه. واحد الحاجه اخرى هي علاش كريابور. الكريابور الاخوان هو اللي كيخلي هذا النوع مختلف، هو انه ماركه المانيه معروفه بانقى انواع الكرياتين في العالم، ما فيه لا شوائب ما فيه لا اضافات ولا مواد ضاره. داكشي علاش كنصحكم بالكريابور. اما بالنسبه للريفلكس، الريفلكس نوتريسيون فهي شركه بريطانيه معروفه بالجوده ديال منتوجاتها خصوصا في اوروبا. واخا الثمن شويه طالع 600 درهم، ولكن الجوده والنتائج كيخليو الناس يختاروا على انواع اخرين ارخص اللي ماشي كريابور. وبالنسبه لطريقه الاستعمال فهي طريقه سهله جدا، كتاخذ 5 غرام يوميا في الماء. يستحسن تاخذها بعد التمرين باش تستافد منه مزيان. واش كيسبب النفاخ ولا مشاكل؟ فالكرياتين ماشي ستيرويد وما كيسبب لا مشاكل في الكبد ولا الكلاوي الا خديتيه بجرعه معقوله وشربتي مع الماء بزاف. اما بالنسبه للنفخ اللي كيوقع ففي البدايه راه مزيان، حيت الجسم كيحتفظ على الماء في العضلات وكتولي تبان بحال عامر شويه، مي في عمريه زوين. فوالا الريفلكس كرياتين كريابور من بين افضل الاختيارات اللي الناس اللي باغيين القوه والضخامه والريكوفري بلا مشاكل. واش كيستاهل 600 درهم؟ بصح الا كنتي باغي الجوده ونقول لك يس يستاهل 600 درهم بالرجوله. اللي ولي في التعاليق شنو هو النوع الكرياتين اللي كتستعملوه وشحال عطاك من نتيجه، والثمن كتاخذوه في المدينه اللي انت فيه، واش بحالنا ولا لا. يلا خليتكم على خير، السلام عليكم.